بيكم في كلام إلهام. طبعا أكيد كلنا محتاجين نحس إن إحنا محبوبين وبنحب. إحساس الحب في حد ذاته شيء رائع جدا جدا، وكلنا بندور على الإحساس ده، والحقيقي إن ده طبيعي. لكن اللي مش طبيعي إن الإحساس ده يخلينا دايما محتاجين لشخص تاني، ودايما بندور على الشخص ده وبنتعلق بيه بشدة جدا، ونحس إن عدم وجوده ده بالنسبة لنا الموت، انتهاء الحياة تماما، هو النفس اللي احنا بنتنفسه. كم مرة سمعتي واحدة من صحابك بتقول لو سابني هموت من غيره؟ كم مرة سمعت صاحبك بيقول هي مصدر سعادتي الوحيدة في الحياة، ولو بعدت عني أنا ممكن أموت؟ كلنا سمعنا الجمل دي من حد من أصحابنا، وقد إيه هو متعلق تعلق شديد جدا ومرضي بالشخص اللي قدامه. تعالوا أصورها لكم بطريقة مبسطة شوية. عارفين الطفل الصغير إحساسه إيه من ناحية مامته؟ بيكون متعلق بيها بشدة، وحاسس ان عدم وجودها ده هو الموت بالنسبة له، لانه مصدر كل حاجة في حياته، اكله وشربه وسعادته وحنان، كل حاجة بياخدها من الام دي وبس. بالنسبة له عدم وجودها في المحيط بتاعه كده هو الموت بالنسبة له. نفس القصة بالشخص اللي بيتعلق، مشاعره بتبقى عاملة زي الطفل بالظبط، بيتعلق بالشخص اللي قدامه تعلق شديد جدا ومرضي، بحيث ان عدم وجوده قدامه ده هو الموت في حد ذاته. وده اللي احنا مش عايزينه. احنا مش عايزين نبقى اطفال في مشاعرنا، احنا عاوزين مشاعرنا توصل لدرجة النضج، اللي هي عدم الاحتياج لأي حد. نحب وكل حاجة، لكن ما يبقاش شخص معين هو مصدر السعادة بالنسبة لنا، وان الشخص ده في وجوده بنبقى مرتاحين ومبسوطين وبنضحك ونهزر والدنيا بتبقى بامبي ووردي. اول ما بيبعد عننا الوش التاني بيتقلب بقى كئيبين ومش طايقين نفسنا ولا طايقين حد يكلمنا، وكمان احيانا بتقلب مع بعض الناس بيقفلوا على نفسهم تماما، بينعزلوا تماما عن الحياة. هل دي الحياة اللي احنا عاوزينها لنفسنا؟ اكيد لا، واكيد كلنا مش عايزين ان احنا تبقى حياتنا بالشكل ده. يبقى من هنا نوقف التعلق الشديد ده بالاشخاص اللي بندخلهم بايدينا حياتنا، وننتقل بمشاعرنا من مرحلة الطفولة الاعتمادية اللي بتعتمد على شخص معين لمرحلة البلوغ في المشاعر، وهي الشخص اللي بيبقى مستقل تماما في مشاعره. ندخل الناس جوه حياتنا بقدر، ونتعلق بيهم بقدر، بحيث ان بعدهم عنا ما يبقاش مساوي للموت، لا، يكون حاجة بتوجع شوية لكن بتعدي زيها زي اي حاجة تانية. طيب هل في آلية معينة تخلي التعلق الشديد بشخص معين ده ينتهي ويبقى عادي جدا؟ ايوه اكيد في. اهم حاجة احنا بنعملها علشان نوقف التعلق المرضي بأي شخص دي هي ان احنا نوسع مصادر الحصول على الحب بالنسبة لنا. يعني ما يبقاش الشخص ده الوحيد هو مصدر المشاعر والدفء والحنان والحب، لا، يبقى في مصدر تاني. ممكن المصدر ده يكون حاجة اجتماعية انت بتعمليها او انت بتعملها، بتروحوا دار ايتام تساعدوا حد وتقدموا له الحب والحنان. طب لو ده مش متوفر، واكيد مش متوفر عند ناس كتير زيي وزيكم يعني، يبقى نحاول نفرغ طاقة الحب دي في حد قريب مننا. طفل صغير مثلا محتاج لرعاية معينة، أفراد عائلتنا اللي ممكن تخلي الحب ده متجه ناحيتهم، ونفرغ فيهم كل شحنة الحب والحنان اللي موجودة جوانا. في ناس تانية ممكن تفرغ شحنة الحب اللي جواها دي في الحيوانات، عنده حيوان أليف في البيت أو أي حيوان موجود في الشارع أو عند حد من صحابه، بيبقى هو ده مصدر الحنان والحب بالنسبة له، علشان ما يضطرش إن هو يلجأ لطريق تاني ياخد منه الحب ده. وأنا هنا بقول يضطر، لأن ساعتها الشخص بيكون لا إراديا منساق ورا الموضوع ده تماما، مش شايف أي مصدر للحب والحنان غير شخص معين. لكن زي ما أنا قلت، تنويع مصادر الحصول على الحب والحنان ده تخلي النقطة دي بتقل شوية. ممكن يكون تفريغ للطاقة بتاعتنا، مثلا إن احنا نروح نعمل رياضة معينة، نمشي في الشارع، نتفرج على الطبيعة. جربوا مثلا كده تنزلوا الساعة 6 الصبح تتمشوا في الشوارع اللي حواليكم والدنيا فاضية تماما، مفيش بقى غير انتوا والطبيعة كده وصوت العصافير والحيوانات اللي ماشية حواليكم، حاجات مريحة للأعصاب كده شوية، بعيدة عن صخب اليوم اللي هنشوفه بعد كده أول ما نبتدي الشغل بتاعنا. ده هيخلي الاحتياج الشديد لشخص والتعلق المرضي بيه ده يقل كتير جدا، وبالتالي لما ندخل علاقة ساعتها هنكون أشخاص أسوياء، بنقبل على العلاقة دي بحب وحنان، لكن بنعرف نفرمل نفسنا كويس وما نوصلش للدرجة ان الشخص اللي قدامنا ده ممكن يستغل مشاعرنا دي بشكل سلبي ويوظفها ناحيته هو ويضرنا احنا. ومش هنقول ان الاشخاص اللي حوالينا ملايكة وان هم مش هيستغلونا، لا، هيستغلونا وبأسوأ طريقة ممكنة كمان لو تمكنوا بس مننا، يبقى احنا ما ندهمش الفرصة دي. مثال تاني برضو على قد ايه ان احنا ممكن بايدينا ننهي حكاية التعلق الشديد بالافراد،
وهي مثلا لاحظ نفسك كده وانت جعان جدا جدا، اكيد بتجري على الاكل ده وبتاكله بشوق شديد جدا جدا، ولو انحرمت من المصدر اللي بيمدك بالاكل ده بتبقى في منتهى الغضب وكمان الشعور بالاكتئاب والحزن. وطول ما احنا جعانين بقى بنرمرم اي حاجه، ممكن نروح على اكل استحاله نفكر ان احنا ناكله في يوم من الايام وتلاقينا بنقبل عليه بشهيه شديده جدا جدا، واحنا فرحانين ان احنا لقينا الاكل ده، مع ان الاكل ده واحنا شبعانين بيكون مرطرط قدامنا كده وما نفكرش نبص له اصلا. هو ده بقى اللي انا بقوله دلوقتي، دايما خلي نفسك شبعان بحيث ان انت لما تشوف الاكل قدامك ما تبقاش ملهوف عليه، حتى ولو انت جعان لكن مش ميت من الجوع. جعان هاكل شويه صغننين، ميت من الجوع والدنيا معايا صحرا خالص هاقبل على الاكل كده وهاكل اي نوع من الاكل يتحط قدامي. خلينا دايما شبعانين عواطف يا جماعه، دايما شبعانين حب من اي مصدر انتوا تختاروه بقى. في مصادر كتير جدا متنوعه حوالينا، اختاروا لكم مصدر واعتمدوا عليه، يبقى هو ده اللي بيمدكم بالحب والحنان والشعور بالرضا والسكينه كده. لكن اوعوا ابدا نوصل نفسنا للحاله بتاعت ان احنا هنموت من الجوع دي، جعانين عواطف وحب ومشاعر. الحاله دي خطر جدا، بتخلينا نروح على طول نرمرم وناخد اي اكله متوفره قدامنا، واكيد ده مش اللي احنا عاوزينه، اكيد ده مش اللي احنا نتمناه لنفسنا خالص. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي حطيتكم على الطريق الصح، واشوفكم الحلقه الجايه من كلام الهام وموضوع مهم جدا نتناقش فيه.